برابع المباريات لحساب الجولة 29 من منافسات دورينا. ذكرنا المباراة الأولى التي انتهت لمصلحة نادي نوروز بهدفين لهدف على حساب نادي نفط ميسان، ومباراة القاسمة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف أمام نادي كربلاء. كذلك النجف تغلب على نادي الكهرباء والتسديد الأول أهداف المباراة. نعم سيامند عقيل الهدف الأول. توك لصقور الجبال يحلقون بملعب توك وأول أهداف المباراة. الهدف الأول المبكر سيامند عقيل يسجل الهدف الأول. نعم سيامند عقيل الهدف الجميل بالدقيقة 11. أول أهداف المباراة لصقور الجبال لكتيبة المدرب سليمان رمضان. الهدف الأول بالمباراة يفرح الجماهير الحاضرة هنا للعب الأصفر لأصحاب الأرض. والهدف الأول المبكر بالدقيقة 11. هي هذه الكرة انطلق وحاول هذه المحاولة من جيار كوفاند، أعطى كرة على طبق من ذهب وحطها في الزاوية اليسرى البعيدة على الحارس محمد كاظم. سيابند نعم يسجل أول أهداف المباراة. الهدف الأول سيابند عقيل يسجل هدف جميل. شاهد هذا المرور بعد ما توغل ومرر الكرة جيار كوفاند، ولكن هنا وضعها بالمرمى. سيابند عقيل يسجل أول أهداف المباراة أصحاب الأرض والجمهور بهدف مقابل لا شيء. بعد هذه المباراة ستنطلق مباراة نفط الوسط العندليب أمام الأنيق. الطلبة مرت لمحمد سعيد العرضية وكرة هذا زياد أحمد يسجل الهدف الثاني في المباراة لتوك لصقور الجبال. نعم يسجلون، يفرحون الجماهير بثاني الأهداف. زياد أحمد حاول نعم بالعديد من الكرات ولكن ينجح الآن زياد يزيد عدد الأهداف ويسجل الهدف الثاني في المباراة من زياد أحمد. ثاني أهداف المباراة لنادي توك لصقور الجبال يسجلون الهدف الثاني في المباراة بعد المحاولات المستمرة من زياد أحمد. الآن يزور الشباك ويفرح جماهير توك بثاني الأهداف لتصبح نتيجة المباراة 2-0. 2 للعب الأصفر، 2 لصقور الجبال، 2 لكتيبة سليمان رمضان. شاهد سيابند عقيد لمحمد سعيد. محمد سعيد مر بالكرة وبالراس أعطاها. نعم قال له هاك سجل. هذه بذكاء لعبها محمد سعيد براس اللاعب زياد أحمد، حطها بمرمى الحارس محمد كاظم وأضاف الهدف الثاني في المباراة. تصبح نتيجة المباراة 2-0. توك يسجل ثاني الأهداف